بس لو نزلت تحت كده كليك هير مور مايكروسوفت اكسشينج. طيب ده معناه ايه؟ لو احنا بصينا هنا، بص انت لو دخلت فايل ودخلت اكونت سيتنج، تمام، دوسنا هنا. النقطه دي مهمه جدا في حته ايه، ان دلوقتي سي مثلا انت عندك 1000 ايميل، فال1000 ايميل دول اخر 3 شهور هم اللي هيكونوا موجودين عندك داخل الاوتلوك. سي دلوقتي في شهر 6، يعني عندك من شهر 3 لحد شهر 6 دول اللي موجودين لوكالي على السي بتاع اللابتوب. طيب الباقي موجود فين؟ الباقي موجود على السيرفر. انت بقى لما بتيجي تعمل سيرش، اول حاجه الجهاز بيبدا يعمل سيرش على الحاجات اللي موجوده في السي، ولكن لما يبدا ان هو يعمل سيرش في الحاجات اللي موجوده على السيرفر بتبدا ان الجهاز يتقل شويه لانه بيعتمد على سرعه النت. دي مميزاتها ايه وعيوبها ايه؟ يعني انا هتقول لي يا عبد الرحمن انا عايز اخليها كده، قول كده كل الايميلات من ساعه ما انت كريت الايميل بتاعك هتكون موجوده لوكالي على السي بتاعتك. طيب ايه العيوب والمميزات ان انت لو عملت الاوبشن ده؟ المميزات بتاعته ان انت طبعا لما تيجي تعمل سيرش على اي ايميل هيبقى السيرش سريع جدا، مش هيحتاج ان هو ايه يرجع للسيرفر. ولكن العيوب ايه؟ ان هو بيفرش مساحه كبيره على السي. لو انت عندك 10000 ايميل هتلاقي في مساحه جامده جدا موجوده جوه فولدر الاوتلوك جوه السي. المساحه دي هتاكل من السي كتير. علشان كده احنا بنعمل ايه؟ يعني انت عندك اهم ايميلات مثلا ان انت محتاجها في خلال السنه، يعني مثلا انت عاده بتحتاج لما بترجع للايميلات في خلال سنه، في غيرك بيحتاجها في 6 شهور، في غيرك بيحتاجها في سنتين، يعني ايا يكن، علشان ما تاكلش منك مساحه من السي. فانت بقى على حسب ما انت عايز. يعني انت لو عملت كده السيرش عندك هيكون سريع جدا، ولكن مساحه السي عندك الفايل هيكون كبير. لو عملنا كده مثلا 6 شهور وعملت نيكست هنا وعملت كلوز وخلاص، هتعمل ريستارت، هيبدا ان هو يخلي الرسائل اللي هي في خلال اخر 6 شهور هم اللي موجودين عندك. وطبعا انت لو دوست هنا هيبدا ان هو يجيب الرسائل اللي موجوده، يعني كل دي رسائل موجوده في السيرفر، تمام.